وفي خبر عاجل، بكين تدفع نحو شراكة أوسع مع الجزائر، مشاريع مينائية وتوأمة مرتقبة. تدفع بكين نحو شراكة أوسع مع الجزائر، مشاريع مينائية وتوأمة مرتقبة. أظهرت الصين اهتماما متزايدا بتعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، مع تركيز خاص على الاستثمار في المعدات وتطوير البنية التحتية للموانئ، في وقت تتوصل فيه الإشادة بالمشاريع المشتركة التي جرى تجسيدها بين البلدين، إلى جانب طرح مقترح إبرام اتفاقية توأمة بين ميناء الجزائر وأحد الموانئ الصينية الكبرى. زيارة ميدانية إلى ميناء الجزائر. وفي هذا السياق قام سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر دونغ كوانغلي بزيارة إلى مؤسسة ميناء الجزائر مرفوقا بمستشاريه، حيث كان في استقباله المدير العام للمؤسسة عبد الحميد بوعلام، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، رفقة عدد من الإطارات، وذلك بالقاعة الشرفية للمحطة البحرية، إشادة بالدور الاستراتيجي للميناء. وخلال اللقاء تم التأكيد على متانة العلاقات الجزائرية الصينية في مختلف المجالات، حيث أبرز المدير العام نيابة عن الوزير الدور المحوري الذي يلعبه ميناء الجزائر في تنشيط المبادلات التجارية البحرية بين البلدين، مع التشديد على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي. توأمة مرتقبة وتوسيع الشراكة. من جهته أشاد السفير الصيني بحصيلة المشاريع الاستراتيجية المشتركة، معبرا عن رغبة بلاده في مواصلة العمل المشترك وتعميق الشراكة الثنائية، كما اقترح إبرام اتفاقية توأمة مع ميناء الجزائر وأحد الموانئ الصينية، بما يسمح بتبادل الخبرات وتحسين الأداء. وفي ختام الزيارة جدد السفير الصيني تأكيده على التزام بلاده بدعم علاقات التعاون مع الجزائر، لا سيما في مجال تطوير الموانئ وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بها. وفي الأخير فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أحداث الجزائر.